الرابع المركز الرابع. واه واه واه، رجعت امتى يا ريس بلكونة من المغرب؟ على السريع يا عمنا، يا دوب رحت المغرب رجعت العشاء. زي الفل يا عم مغاوري. مساء الفل عليك يا ريس بلكونة. خلاص كده يا عم، جود يا القمر. بس انا عندي سؤال بصراحة بقى يا عم مغاوري، سؤال هيجنني. احنا خسرنا من السنغال وخرجنا بره البطولة، ازاي بقى بعد ما خرجنا بره البطولة لسه بنلعب مع نيجيريا؟ يعني ازاي لعبنا نيجيريا واحنا اصلا خرجنا بره البطولة؟ هتجنن. يا اخي عليا النعمة، ما حد هيشلطني غيرك انت يا اخي. احنا خرجنا من البطولة بس كنا بنلعب تالت ورابع. حرام عليك يا اخي، كفاية. تالت ورابع؟ ايه تالت ورابع؟ هي البطولة دي مانيوال ولا ايه؟ بطولة مانيوال؟ معلش يا عم غوري، سيبه. الصدمة مأثرة عليه زي ما مأثرة علينا كلنا. كان عندنا أمل كبير بس يا خسارة ذهبت أدراج الرياح. عندك حاجة تيجي، بس لازم برضو زي ما قلنا نلعب ازاي. واجب علينا برضو نقول احنا خسرنا ليه، ولا برضو املنا ذهب ادراج الرياح كده. ايه ادراج الرياح دي يا اخوانا؟ ايه، لا في حاجة ضاعت منكم في العاصفة؟ كان في حاجة في الادراج يعني وضاعت مع الرياح؟ ضاعت علينا هيبتنا وسط القارة، على رأي الفيلسوف اليوناني مارينا ستافانوس: إذا ضاعت هيبتك وسط الأقران صعب إن تجيبها في نفس المكان. انت بتفكرني بواحد حبيبي فيلسوف قديم كده، جلا بقى: عندما تضيع الاحلام تتوقف شخبطة الاقلام يا باشا. فاحنا لازم نحط حد لكل ده بقى، ونقول اسباب فشلنا الرئيسية. الله على الثقافة يا جدعان، والكلام الكبير بصحيح. أدراج الرياح وشخبطة الأقلام. أنا نفسي كده بقى زيكم بصراحة، بس مش عارف. اسكت يا لمون، اسكت يا حبيبي. دي مستويات لو وصلت لها تبقى عمر. قول يا اخويا، تيجي نقول. فشلنا يا مغاوري بيه عشان ما عندناش تخطيط سليم من القاعدة، ولا تأسيس لعيبة في موضوع الاحتراف. يعني شوف مثلا ديالو مع مانشستر عامل ايه، وانت هتعرف قصدي. عندك حاجة ديجي يا ابويا، دول مشوا من البطولة وراحوا حطوا على جوارديولا من على السيتي. عندك حاجة ديجي يا ابويا، دول مشوا من البطولة وراحوا حطوا على جوارديولا من على السيتي. فعلا بالظبط كده، هما مستويات عالية وبييجوا يعملوا مع منتخباتهم فروق كبيرة، احنا بعيد عنهم الصراحة قوي. يعني انت بتدافع عن الجهاز الفني وان دي القماشة اللي معاه وما يقدرش يعمل اكتر من اللي عمله؟ قصدك كده يعني؟ المنظومة كلها لازم تشتغل على نفسها، ونبطل بقى اللعب الدفاعي. حتى لو خسرنا مش مهم، لكن المهم اللي احنا نقدم كورة كويسة، ومع الوقت هنبتدي نكسب ونحقق بطولات. ده حتى لما لعب ضربات جزاء احسن ناس هم اللي ضيعوا. عشان كده لازم نتغير، واخبط على الحديد وهو سخن زي ما قال حكيم القرية. مين حكيم القرية ده؟ الحكيم ده كان حداد؟ ايه يا جدعان الكلام بقى؟ قماشة وترزي وحداد؟ هو احنا ايه في نقابة المهن المهنية؟ يا لمونة اقسم بالله انت هتجنني. اسكت، اسكت يا عم انت. صح يا ديجي، والمفروض بقى نشد حيلنا عشان كاس العالم. نلعب كورتنا ونرجع هيبتنا.